اللهم يا مالك الملك، يا من في ملكه مقيم وفي جلاله عظيم وعلى عباده رحيم وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والعافية في الأبدان. اللهم فرج همنا ويسر أمرنا واقضي حوائجنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم آمين، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض غدا بسيط وسريع، غدا كله هيتعمل في البيت. هنعمل زي ما احنا شايفين سمك مشوي وطماطم متقطعة مع الدقة ورز حبة وحبة. انا بعمل الخلطة بتاعتي هنا في البيت. انا اللي بشوي السمك زي ما احنا شايفين كده، بشويه في فرن عندي. برص السمك زي ما احنا شايفين كده، بحطه في الردة بتاعت القمح، وبحطه برصه في السجاز زي ما احنا شايفين كده، وبحطه في الفرن بتاعي، وبعلي عليه النار شوية وبسيبه لحد ما يديني اللون اللي احنا شايفينه دلوقتي كده. الصاجة بتاعتي انتهت اهي زي ما احنا شايفين. السمك بتاعي كده خلاص اتشوى. طبعا بقلبه على الجنب التاني. انا بشوي بطريقتي، يعني في ناس بتحطه في الفرن على طول وبتشويه وبتقلبه هو في الفرن. انا مش بعرف اعمله غير في الصاجة، وبقلبه بطلعه وبقلبه على الجنب التاني وبحطه هنا. بطلعه في الطبق بتاعي وبحط عليه الخلطة بتاعتي اللي هي عبارة عن ايه؟ عن ليمون وتوم وشطة وشوية معلقة ملح ومعلقة بهارات سمك، وبطحنهم كلهم في الخلاط. ومع لو عندك حتة شرايط يوسفي بتبقى حلوة، بتدي طعم وريحة حلوة. بطلع السمك بتاعي وبحطه في مصفى يصفي ميته خالص. بسيبه يعني قيمة 5 دقايق أو 10 دقايق عشان ياخد ملح الحدق بتاعه، وبحطه كده زي ما احنا شايفين في المصفى وبصفيه. وبعد كده بطلعه في الطبق اللي هيتقدم فيه. أنا بحب شوي السمك في البيت. بتحكم في كمية الملح اللي بتتحط فيه، ما يبقاش حادق زيادة عن اللزوم وما بيبقاش ماسخ قوي. طبعا مستوى النضج انا اللي بتحكم فيه على حسب رغبتنا احنا في البيت. بعد كده بعد ما بخلص شوي السمك بغطي عليه واسيبه عشان ياخد طعم وريحة الدقة. بعد كده بنيجي لطبخ الرز. بنحط الحلة بتاعتي على النار واحط فيها المادة الدهنية. المادة الدهنية ان كانت زيت او معلقة سمنة على حسب ما انت بتحبي وبتستعملي. قبل ما اكون حطيت كده بكون انا غسله الرز زي ما احنا شايفين كده، غسلاه غسيل كويس جدا ومخليه زي الفل، ما فيهوش اي يعني الميه بتاعته تبقى صافيه. باخد جزء منه وبحطه في الحله بتاعتي اللي على النار، وبفضل اقلب فيه لحد ما يبقى كل رزايه لوحدها ولونها ذهبي. ايدي فيه تقليب مستمر لحد ما كميه الرز اللي انا حطيتها دي كلها تبقى لونها ذهبي. زي ما احنا شايفين كده، احنا كده الرز بتاعنا بقى الكمية اللي انا حطيتها كلها اهي، كل حبة لوحدها وبقى لونها ذهبي. بعد كده الخطوة كده بنحط باقي الرز وبقلبه مع بعضه كده كويس جدا كله في بعضه. وبحط بعد كده المية بتاعتي والملح بتاعي، عبارة عن معلقة ملح ممسوحة مع كمية المية المناسبة لكمية الرز اللي انا هطبخها النهاردة.
وبسيبه بقلبه في بعضه كويس جدا، وبسيبه على النار، بغطيه وبسيبه على النار لحد ما يستوي. زي ما احنا شايفين الرز بتاعي خلاص اهو استوى، يعني حوالي ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة تقريبا بالظبط على الساعة بيكون الرز بتاعي خلاص اكتمل. وكده الغدا بتاعنا خلص. بنقطع جنب السمك طرنشات طماطم زي ما احنا شايفين، وبنحط عليها دقة توم وشوية ليمون. وبالهنا والشفا لكل اللي اكل. ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.